مساء النور غالياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير، صحتكم لاباس. هذا اول فيديو ليا في هذه القناه. حبيت نفتح هذه القناه لاني شفت انه العديد من النساء محتاجين لهذا المحتوى. اذا قبل هذا الشيء راح نعرفكم بنفسي اني انا استشاريه في العلاقات الاسريه وتربيه الاولاد والعلاقات الحميميه مع الزوج، ومعالجة نفسية ومدربة في الوعي. بغيت نفتح هذه القناة كما قلت لكم اني بغيت نساعد اكبر عدد من البنات. اوكي، يعني كما نعرفوا انه المرأة العربية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة مازالها تعاني في المجتمع نتاعنا، يعني مازالها في هذيك الدوامة نتاع الضغوطات والتسلط والجبروت، سواء كان من العائلة نتاعها ولا من علاقات أخرى. لهذا حبيت نفتح هذه القناة إن شاء الله. هذه القناة اللي راح تكون نافذة لكل أخت تتنفس من خلالها، تطرح مشاكلها، وإن شاء الله راح نكون أنا المساعدة وراح ناخد بيدها ونحطها في بر الأمان. يعني راح نعطي كل المعلومات ومن خلال واش تعلمت ومن خلال دراستي ومن خلال بحوثي ومن خلال تجربتي في هذه الحياة. وأكثر حاجة اللي الإنسان يتعلم منها هي التجربة. يعني كما يقول لك هذاك المثل الجزائري تاعنا: سال مجرب وما تسالش طبيب، ولا تسال طبيب. يعني وحنا نسالوا المجرب ونسالوا الطبيب، لانه رانا عايشين في ارض ماديه تحتوي الروح والنفس والمشاعر والافكار. يعني رانا عايشين في ارض ماديه 3D. اوكي، دونك ان شاء الله في هذه القناه رايحه اي اخت يكون عندها اشكال في علاقاتها، سواء كان مع والديها ولا مع الزوج ولا مع وليداتها ولا في العمل مع الاصدقاء، اصدقاء العمل. يعني كما نعرفوا العلاقات، احنا اكثر حاجه اللي ننضروا منها هي العلاقات. والانسان لما يكون في علاقه ماهيش سويه او يكون في علاقه مؤذيه، ما راحش يعرف يعيش. يعني ما راحش يعرف يعيش في هذه الحياه. رايحين يتعبوه. هي حاجه سهله والله يا البنات، غير هي حاجه سهله. هي بمجرد ما نعرفوا القوانين الكونيه اللي وضعها لنا الله فوق الارض، ونعرفوا كيفاش نحافظوا على أنفسنا، ونعرفوا كيفاش نحافظوا على الآخرين. يعني والحاجة الأولى والأساسية والمهمة هي كيف أحافظ على نفسي، كيف أهتم بنفسي. يعني أنا هي الصح. لكم أن تتخيلوا أني أنا نهتم بنفسي وأنتي تهتمي بنفسك، والزوج يهتم بنفسه، وولدي يهتم بنفسه، والجارة تهتم بنفسها. يعني كل واحد يهتم بنفسه. كيف تكون العلاقات؟ يعني كيفاش رايحين نعيشوا بسلام وطمأنينة وأمان. وهذا هو الشيء اللي رانا نحوسوا عليه. احنا ما عندناش، رانا مفتقدين لهذاك السلام الداخلي، رانا مفتقدين لهذاك الأمان. إذن حبيباتي، قلت لكم احنا رانا نحوسوا على اللي يفهمنا واللي يحتوينا. للأسف ما كانش اللي يفهمنا، وهذا الشيء منذ الطفولة. يعني كبرنا في وسط عائلة، الام والاب والاسره نتاعنا ما تفهمناش، ما تحتويناش، ما تحسش بينا. احنا ما نلقوش اللوم عليهم، لانهم حتى هذه العائله نتاعنا رباتنا من خلال ما ترباو هما. يعني حتى هما فاقدين هذا الشيء. فاحنا ما نروحوش نحصلوا فيهم، نحصل في ما ونحصل في خويا وفي اختي وفي بويا وفي المجتمع وفي الحكومه وفي الدوله، ونبقاو نحصلوا. كل ما بقينا في هذه الدائره تاع انني نحصل في الاخر، يعني ونعيش دور الضحيه. دور الضحيه معناه اني انا خاطيني، الاخر هو اللي متعدي عليا، هو اللي داير لي، هو اللي عامل فيا، هو اللي جاعل، هو اللي تارك. هذا هو دور الضحيه. كل ما بقينا في هذا دور الضحيه عايشينه ونعيشوه بامتياز، هنا وين رايحين نتعبوا، هنا وين ما رايحينش نقدروا نخرجوا من هذه الدوامه.
يعني نبقاو غير في نفس الدائرة هذه، نبقاو غير في المعاناة والمشاكل وفي علاقات سامة، ونبقاو نلقوا عندنا الزوج المؤذي، اللي تقول لك باللي عجوزتي دارت لي، اللي تقول لك حماتي، اللي تقول لك الام نتاعي، اللي تقول لك خويا، اللي تقول لك بويا، اللي تقول لك مديري في العمل، اللي تقول لك صديقتي، اللي تقول لك وليداتي. يعني نبقاو غير نحصلوا في الناس في الاخرين، وما فاهمينش واش معنى، ما فاهمينش اللعبه، عفوا ما راناش فاهمين اللعبه كيفاش راهي الدور. الوغ هاد القناه علاه قررت باه نفتح هاد القناه باه نفيد اكبر عدد، يعني نفتح لك عينيك على الحقيقه، نوري لك الخلل وين راه. كي قال لك واذا عرف السبب بطل العجب بطل العجب. الوغ كي نعرفوا ما هو السر وما هي اللعبه، وكيفاش نقدر نصوفي روحي من هذه العلاقة، وكيفاش نقدر نكون أنا فيها، وكيفاش نقدر نحافظ على نفسيتي وعلى أفكاري وعلى مشاعري. يعني هي عبارة عن أسرار ولا لعبة حياة. يعني اللي يعرفها، اللي يفهم اللعبة، راح يعيش مرتاح، لأنه هذه الحياة كما قال المولى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. يعني هي عبارة عن تجربة، وهذه التجربة إذا كان ما عرفناش قوانينها وما عرفناش اللعبة، ألوغ رايحين نعيو فيها، رايحين نتعبوا. صار لها كيما جو ان جيم، هكا يعطوك ان جيم لعبه ويقول لك هاكي لعبي، فيها المطبات، فيها طيحي تنوضي ديري اكسيدون يضربوك فهمتوا البنات. الوغ اذا احنا ما عرفناش هذه اللعبه اذا كان فيها غير النجاح، يعني غير كيما احنا نقولوا هذيك اللعبه صانعينها ولا خادمينها كيما نقولوا، ما فيهاش اخطاء ولا ما فيهاش مطبات، يعني تقعدي غير تربحي في هذيك اللعبه. الحاجه الاولى هذيك اللعبه غادي تجيك صامته وبالحق تملي منها، والحاجه الزوجه ما غاديش تتعلمي. الوغ على هذاك اللعبه كي يخدموا فيها مطبات، يخدموا فيها اخطاء، يعني تطيحي وتنوضي باه تفهمي وتقدري تكملي وتتعاملي مع الناس وتتعاملي في هذه الحياة. إذا الدنيا صار لها كيما هاك مثل اللعبة، واللي يتقن اللعبة وقوانينها رايح ينجح فيها ويكون هو الفائز. اوكي البنات. الوغ هاد القناه راح تساعدكم بزاف، راح تلقاو فيها بزاف معلومات، رايحه تتعلموا فيها كيفاش تتعاملوا مع المحيطين، بدايه مع والديكم، مع الزوج، مع اهل الزوج، مع العلاقات، كيفاش تهتمي بذاتك، كيفاش تتواصلي مع ذاتك، كيفاش ديري تبني علاقه طيبه مع الاخر، كيفاش تبني علاقه وطيده وطيبه فيها محبه، فيها احترام، فيها حب، فيها احتواء، فيها كل معاني والمشاعر الحلوه الطيبه. الوغ هذه القناه ان شاء الله رايحه تتعلمي فيها، ورايحه نعلمكم بزاف امور بطريقه سهله سلسه. يعني كي تجبي تبحثي على هذه المعلومات، تدخلي سيرش في اليوتيوب تبحثي على هذه غادي تلقوا، لكن فيهم تعقيدات، يعني كاين اللي معقد المعلومه. انا هنا ان شاء الله راح نعطيها لكم بكل سهوله، وبكل يسر، لانه الله ربي امرنا قال لنا يسروا ولا تعسروا، وما جعل عليكم الله في الدين من حرج. يعني الله حتى الدين ربي ما عطاهناش ولا ما نزلش علينا باه يحرجنا، لا، ولكن هذا لمصلحتنا. يعني كاين امور واسرار عميقه بزاف رايحين تفهموها ان شاء الله من خلال هذه القناه. نتمنى فقط منكم غالياتي التفاعل والبارطاج ما استطعتم، البارطاج لهذه القناه ما استطعتم، لانه محتواها باذن المولى القادر ان شاء الله راح ينفعكم وراح يفيدكم. يعني وانتي كي تقدمي الانسان اللي يبغي حاجه، كما يقول المولى عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اذا الانسان اللي يبغي المعلومه يقدم من المعلومه اللي عنده باه ربي يزيده من خيراتها. تبغي المال، قدمي المال باه ربي يزيدك من خيراته. تبغي العلاقات الداعمه، ابني بارطاجي كما احنا نقولوا علاقات، تقاسمي معلومات مع الناس باه الخير يزيد ويتكاثر عندكم البنات، ما تبخلوش. الوغ هذه القناه ان شاء الله رايح تنفع اكبر عدد من النساء، وانويها ان شاء الله يا ربي تكون فاتحه خير عليا وعلى كل انسان يدخلها وينضم لينا. يعني هذه عائلتنا،
هذه العائله، هذه الاسره اللي غادي نكونوها ان شاء الله تكون اسره طيبه، تكون اسره فيها بنات وفيها نساء حتى رجال، ممكن حتى وليدات يكونوا فيها يعني ناس اسوياء، نخرجوا للمجتمع ونبنوا علاقات طيبه، ونخرجوا للمجتمع ناس فعلا يعني كما راح حاب المولى عز وجل انه نعمروا هذا الارض بالخير، نعمروا هذا الارض بالخير. الوغ نطلب منكم البنات البارطاج لهذه القناه اكبر ممكن، يعني اي انسانه ولا انسان تشوفيها في حياتك تعرفيها تحسيها انها حابه تغيير، حابه تتبدل، حابه ترتقي، بصح ما راهيش عارفه كيفاش، دليها على هذه القناه، ولك من الخير اضعاف المضاعفه ورايحه تستفادي انت. وشوفوا البنات غادي نعطيكم واحد المعلومه، هي علاه كاين يعني نسمعوا ولا نشوفوا ولا ما نلاحظوا انه الكل يلقي اللوم او يلقي اصابع الاتهام على المراه. يعني المراه هي المراه هي اللي دير، المراه هي اللي تسقم، هي المسؤوله، هي الدايره، يعني ويحصلوا فيها كل شيء ويلصقوا فيها كل شيء. فهمتوا؟ دونك حنايا في هذه القناه انا غادي نقول لكم، انا راني حنقول لكم باللي صح انك انت غاليتي، انت الانثى، انت هي الانثى، ولكن هاد اني راني نقول لك غادي كي نقول لك بلي انتيا المراه هي السيس، هي الركيزه تاع الدار كما يقول المعنى تاعنا، ماشي بنيه الاتهام ولا نحملك المسؤوليه، لا، بنيه انك انت اللي راح اذا تغيرتي اذا تغيرتي انتيا عفوا الكل راح يتغير من حولك. اذا تغيرتي انت الكل راح يتغير من حولك، وليداتك، طاقة البيت، الزوج، المقربين، الأهل، لأنه أنت هي الصح، أنت هي الأساس. علاش؟ لأنه هذه القناة قناة نسائية، يعني أدعو كل أنثى للأنثى، يعني ماهيش تاع الرجال. ممكن يدخلوا رجال يبغوا يستفادوا يجدوا كاش معلومه ولا لهم ذلك، ولكن القناه هذه مخصصه للنساء. علاه نقول لك سيدتي وغاليتي انت هي الصح، انت هي الملكه، انت اللي كي تتغيري الكل يتغير، الواقع نتاعك يتغير، المجتمع نتاعك يتغير، وليداتك يتغيروا، لانه الله خالق فينا طاقات، وهذه الطاقه نستشعروها، ما نشوفوهاش ولكن نستشعروها، نلتمسوها، نحسوها. يعني هذه الطاقة منتقلة خاصة بين الأم والأولاد، بين الأم والأولاد هناك حبل أثيري يعني يجمع بيناتهم. يعني واش تحس الام يحس الوليدات، واش تحس واش تتألم، من فرحه، من كل حاجه. على هذاك قلت هالقناه هذه سميتها كوني سعيده، لانك الباه تكوني اسره ولا تكوني في مجتمع لازم تكوني انت سعيده. وشوفوا ماشي حاجه صعيبه الانسان باه يعيش سعيد، ماشي حاجه صعيبه، فقط هناك بعض الأسرار وبعض الخطوات نمر عليها ونمر من خلالها باه نوصلوا للسعادة، لأنه السعادة ماهيش بالخارج، السعادة بالداخل. السعادة تتكون من الأفكار وتروح للمشاعر وتولي أفعال. ألوغ على حساب الفكرة اللي عندك، على حساب الحالة اللي تكوني عليها انتيا. كانوا عندك أفكار إيجابيين تفكري بإيجابية، تفكري بالتفاؤل، تفكري عندك الثقة فالله، عندك الظن الحسن بالله، الوغ هذا كله ينعكس على المشاعر التالي تاعك، وبالتالي ينعكس على الافعال والتصرفات نتاعك حبيبتي. الوغ والله العظيم غير من اعماق القلب ان شاء الله ادعو كل اخت سمعت هذا الفيديو لا تبارطاجي قناه او تبارطاجي هذا الفيديو ان شاء الله، ورايحين الكل نستفيد. اذا حبيباتي ما نطولش عليكم، يعني هذا كمقدمه بغيت غير نديرها هكا باه نفتح القناه. ان شاء الله نلقى منكم الدعم وتلقوا مني النصيحه والمعلومه بكل حب. الوغ نقول لكم السلام عليكم وكل الحب لارواحكم النقيه.